مناه يا جماعة لو سمحتوا يعني خليكوا كلنا ايد واحدة. احنا مسلمين ومسيحيين كلنا زي بعض، كلنا اتربينا في بلد واحدة وعلى خير البلد دي اتربينا كلنا نسيج واحد. يعني الجيش بتاعنا نفضل ورا جيشنا ونفضل ورا رئيسنا، هو عارف بيعمل ايه. انت دلوقتي ده راجل مخابرات اصلا كان وفاهم بيعمل ايه، انت هتقول له اعمل ايه وسوي ايه؟ ازاي يعني؟ طيب ازاي؟ وبعدين انت ليك في الاخر النتائج اهي قدامك، انت اما تلاقي حاجة في الاخر مش راضياك يا سيدي اتكلم، لكن احنا بنقول اصبر. ليه؟ قلنا في احداث كتير قاعده توقع حاجات من اللي احنا بنعملها. يعني الحروب بتاع روسيا واوكرانيا كان لنا دخل، الكورونا واللي حصل كان لنا دخل، ما كل ده بيأثر. دلوقتي الكل بيتكلم على طب كم اللاجئين اللي عندنا. طب يا جماعه معلش، هو مثلا السوريين هم كانوا دخلوا من ايام مين؟ افتكروا بس شويه كده، كانوا داخلين من ايام. ابو الامراس لبيك سوريا طب يا جماعه، الاستبن. يا جماعه طب ما تفكروا، ولا انتوا ولا انتوا متجاهلين الكلام ده؟ وبعدين طيب، هو الرئيس لما جه قال هم ضيوف، بيقول هم ضيوف ليه؟ الرئيس ما بيقولش كلمه غير لما يبقى عارف هو بيقول ايه، ما بيطلعش منه كلمه كده وهو مش فاهم هو بيقول الكلمه دي رايحه فين وجايه منين. ضيف يعني بيقول لك انا بكرمك اهو، بس انت مش صاحب المكان، انت مش صاحب البيت، انت ضيف هتقعد عندي شويه ومسيرك راجع بيتك، فعشان كده قال ضيف. وبعدين صح برضو يا استاذه، برضو صح جبر كلام حضرتك. الخواطر على الله، يعني هو ضيف، يعني ما انا مش هقول لك لاجئ ومشرد وبتاع، مش هقول يا سيدي كده، ده كرم اخلاق طيب مني، في نفس الوقت بيديك رسالة